كشفت مصادر بأن المدير الفني لمنتخب الجزائر حدد مصير الثنائي الواعد أنيس حاج موسى وبدر الدين بوعناني مع منتخب الجزائر بعد أن حضر لاعبان ضمن الخيارات في الفترة الماضية، لكن دون أن يحصل فعليا على فرصة المشاركة في المباريات. حاج موسى نجم نادي فاينورد الهولندي واستدعي لأول مرة لمنتخب الجزائر شهر مارس الماضي في أول معسكر للمدير الفني الجديد الذي أشركوا في المباراة الوديتين آنذاك أمام بوليفيا ل20 دقيقة ثم أمام جنوب أفريقيا لمدة 16 دقيقة قبل أن يشركوا لدقيقة واحدة فقط في الثماني مباراة الرسمية التي تلتها. أما بدر الدين بوعناني نجم نادي نيس الفرنسي فحضر ضمن خيارات المدرب خلال معسكرين فقط من أصل 5 منذ توليه قيادة العارضة الفني للمنتخب الجزائري، لكن دون أن يقدم له فرصة مشاركة ولو لدقيقة واحدة، ما يبرز موقفه من اللاعب الواعد. ويشترك الثنائي الشاب في لاعبي بنفس المركز أي الجناح الأيمن، أين يتنافسان على مكانة أساسية مع قائد منتخب الجزائر رياض محرز بالإضافة إلى نجم نادي كارباخ ياسين بنزية. وكان اللاعب الواعد الآخر محمد بشير ملومي نجم نادي هول سيتي ضمن قائمة مختصرة للمدرب في هذا المركز قبل أن يتعرض لإصابة خطيرة في الركبة بداية الشهر الجاري مع نادي هول سيتي أنهت موسمه بشكل مبكر. وأكدت المصادر بأن موقف الثنائي حاج موسى وبوعناني لا يختلف عن وضعية النجمين الواعدين إبراهيم مازا وأمين شيخة، حيث لا يدخل نجم فاينورد ونيس على التوالي ضمن المخططات الفورية للمدير الفني منتخب الجزائر الذي يصر خلال هذه المرحلة الاعتماد على اللاعبين أصحاب الخبرة مع منح فرصة معايشة المنتخب الأول للاعبين الشباب. وأضاف المصدر التأكيد على المدرب تحدث شخصيا إلى كل من حاج موسى وبوعناني كما فعل مع شيخة ومازا، وطلب منهم التركيز مع فروقهم واللعب بانتظام وتطوير الأداء والأرقام للتنافس على مكانة أساسية في المنتخب الجزائر مستقبلا، مشيرا إلى أنه سيتابع باهتمام تطوراتهم مستقبلا. ويرى المدرب السويسري وفق نفس المصادر بأن منتخب الجزائر يحتاج لأصحاب الخبرة خلال تصفية كأس العالم، ولا يريد التفريط في فرصة العودة للمشاركة في كأس العالم بعد غياب عن آخر نسختين، حيث سيسعى لضمان التأهل قبل الاستقرار على تجربة بعض الأسماء ومنحها فرصة المشاركة لفترة أطول، خاصة أن كثير منها لا يمتلك خبرة المواعيد الكبرى.